بس حبينا انه الامور تكون هادئه، اما حكينا على التعتيم الاعلامي على المقص في تونس نتاع التلفزه. انا مانيش نصدق اني معاكم مباشره، راهو ماني فرحانه الى ابعد حد، لانه فعلا وصلت مرضت وتعبت برشا، لانه فما حمله صارت على اساس انه برنامج الحقيقه فقد مصداقيته. برنامج الحقيقه يتسجل على DVD ويتبعث للوزاره، والوزاره وزاره الاتصال تتفرج فيه وترجع لنا هل نبثوا ولا ما نبثوش، وشنو هو الشيء اللي يتبث وشنو هو الشيء اللي ما يتبثش، وشكون الوجه اللي ممكن يطلع في التلفزه وشكون الوجه اللي ما يلزموش يطلع في التلفزه. انا ومعد البرنامج نعدوه كل نهار سبت نرعشوا. تونس الكل تكلم فينا، تونس اللي نحن بالحق بكيد عليها الناس الكل. انا عشت 10 سنين 11 سنه بعيده على تونس، نهار اللي نركب في الطياره ونهبط في مطار كرتاج ونسمع كلمه على السلامه ولا كلمه برشا، يعلم بيا ربي شنو اللي نحس. بنتي كي ولدت روحت بها لتونس باش تقرا في تونس وتعيش في تونس تتربى مع التوانسه، كنت نجم نكمل نعيش لبرا. اليوم تونس قاعده تتحرق لأن قلوبنا تعبت الناس الكل. ما يجيش هكا كي يطلبونا أمات ويطلبونا بيان ويطلبونا صغار ويطلبونا كبار يقولوا لنا اجروا، رانا ماناش قادرين نتحملوا، راهو عيب. تونس هذه لا زين العابدين بن علي ولهم الطرابلسية ولهم شيبوك ولهم حتى حد، هذه بلادنا اللي يلزمنا نوقفوا لها الناس الكل، المثقف والجاهل والقوي والضعيف والفقير والغني واللي يفهم واللي ما يفهمش. وما فماش في تونس شكون ما يفهمش، الناس كل تفهم، الناس كل تحس، الناس كل توجعت، الناس كل تعبت، اللي ساكن في البلاد هذه واللي ساكن البرة من البلاد هذه. فما عباد انتفضت وجرت وصاحت وعيطت في باريس وفي لانجلتير وفي الخليج وفي كل دول العالم، لا تضربوا ولا تحرقوا ولا توجعوا، اما حسوا بالناس اللي صبت على رواحها ليسانس وشعلت